السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. صباح الهنا والفل والسرور عليكم كلكم. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا، وصفة بدل ما تروحي تكممي المعدة بكام الف هتعمليها وانت في البيت، وهتاخدي فوايد، كمية فوايد وفيتامينات من الحاجتين اللي احنا هنشربوهم النهارده دول، كمية فظيعة لا تعد ولا تحصى. ان شاء الله نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. الخلطه دي هي خلطه التكميم. خلطه تكميم المعده هي عباره عن بذور الشيا اللي هي بالشكل ده كده، وبذور الشيا وما أدراك ما بذور الشيا، وكمية الفيتامينات والمعادن الموجودة فيها. كمان بذور الكتان. بذور الكتان طبعا له فوائد عظيمة جدا 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 داخليا وخارجيا للشعر وللبشرة ولكل حاجة. حاجة كولاجين طبيعي وحاجات فوق الوصف والخيال. هي هناخده معلقة من بذور الشيا على معلقة من بذور الكتان، هتحطي عليهم كوبايه ميه مغليه، هتقلبيهم وتسيبيهم لمده كده نص ساعه ساعه لغايه لما يطلعوا الجل اللي جواهم، وهتشربيهم قبل الاكل بنص ساعه او بساعه. بس لازم تشربي بعديها كوبايتين ميه عشان ما يعملكيش امساك، عشان دي اعشاب او نباتات بتنفش في الميه، وكمان انت هتشربيها هتنفش عندك في المعده وهتاخد حيز كبير من المعده، تعمل لك كتله كده في المعده، يعني حيز من المعده ما يخليكيش تاكلي تاني. غير بقى الفوائد والفيتامينات الموجوده اللي فيها هقولهم لك شويه كده. بس اهم حاجه هتشربي بعديهم كوبايتين من الميه، لازم كوبايتين من الميه عشان خاطر ما يعملكيش امساك وما يعملكيش اضطرابات في المعده. هي دي الخلطة بتاعتنا بتاعت سد الشاي. هي تخسس وفي نفس الوقت مليانة من الفيتامينات والمعادن اللي لا تعد ولا تحصى. فمثلا بذور الشيا مليانة بكالسيوم والزنك والحديد والفيتامين B3 وفيتامين B1 وفوسفور ومنجنيز، كمان مضادة للأكسدة وتمنع سرطانات وتقوي وتحسن عضلة القلب وتقلل الالتهابات في الجسم، تمنع ارتفاع سكر الدم وتقلل من الكوليسترول الضار. بتخسس لانها بتفقد الشهيه، لانها بتاخد زي ما قلت لكم بتاخد حيز كبير في المعده لما بتحطي لها في ميه، يعني تقلبيها في كوبايه ميه كده اهوت وتسيبيها بتاع نص ساعه وبعد كده تشربيها. هي هتبقى عامله زي الجل بس هتحطيها في المعده هتزيد وتعمل زي كتله كده هي وزي ما قلنا بذر الكتان هتعمل كتله وهتاخد لك حيز من جدار المعده. فانت لازم تشربي عليها كوبايتين زي ما قلنا ميه عشان خاطر متعملكيش امساك. فيها كمان اوميجا 3 وبتحسن النظر وبتحسن ضغط الدم. وللعيال الاطفال الصغيرين ممكن تحطها لهم لفقد الشهيه، والفيتامينات كمان اللي فيها كتيره جدا ممكن تحطها لهم على الزبادي او مع العصير او على الايس كريم كده للاطفال وللكبار. منجم من المعادن والفيتامينات لا تعد ولا تحصى. الناس اللي عندها سكر وضغط هي بتحسن السكر والضغط، ما عندكيش سكر وضغط هي اساسا بتظبط، يعني لا بتخلي ولا بتوطي، فهي ما فيهاش اي ضرر على اي حد. يعني مثلا حد ما عندوش ولا ضغط ولا سكر يخاف ياخدها، لا خديها، دي مليانه من المعادن والفيتامينات، هي بتخليهم المستوى الطبيعي بتاعهم للضغط وللسكر. ده كانت فوائد الوصفة بتاعتنا النهاردة. هي بس مش زي ما قلت مش للتخسيس، هي كمان للفوائد كتيرة جدا. فيديو النهاردة مفيد جدا ومهم جدا، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.